السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد ويوم جديد، وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. بس قبل ما تدخلي معايا على الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو مش مشتركة، ولو انت مشتركة ما تنسينيش في التعليق. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده ان شاء الله فيديو جديد، ونقول كده بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. عندي هنا فراخ. طبعا الفراخ احنا زهقنا بقى من السلق والحاجات دي، فالنهارده هنعملها كده ايه، هنديها تشويحه بس الاول على اساس تديني تغيير في الطعم شويه، وكمان هتديني الشوربه بتاعتي تكون دسمه كده وحلوه. عملنا ايه؟ جبت عندي الحله بتاعتي اللي انا هسوي فيها الفراخ دي كانت كبيره شويه، ف يعني هتلاقيها معايا حجمها كبير. تمام. جبت عندي الفراخ، نزلت عندي بحته كده من السمنه، او براحتك اللي انت عايزاها، تحطي سمنه تحطي زيت براحتك. انا نزلت كده بقطعه من السمنه ساحت، نزلت عليها بايه بالفراخ عشان تاخد صدمه كده وتاخد ايه، تبتدي ان هي تغير اللون بتاعها. وبعدين حطيت الوش اللي قدامي ده، رشيت عليه كده شويه من ايه، شويه من الفلفل الاسمر. بعدين هقلبها على الناحيه التانية، كل جنب بس ياخد معايا تشويحه كده، وبعدين ايه، هبتدي ان انا انزل بالميه بتاعتي. نزلت هنا بقى في الوقت ده التوابل بتاعتي اللي هي حبهان مطحون وبهارات بهارات فراخ. ونزلت طبعا بالفلفل الاسمر. تمام كده. بقلبها كده ايه عشان تاخد معايا بس تشويحه من على الجنب ده والجنب ده. وبعدين هنزل عندي بالبصلايه مقطعاها كده ايه شرايح، وكمان واحده فلفل، وطماطمايه مقطعاها كده برضو ايه 4. بس كده هقلبهم، وبعدين هنزل عندي بقى بميه. الميه تكون عندي براحتك، لو عايزاها سخنه تمام، انا ما كانش عندي ميه سخنه فاستخدمتها عادي ميه عاديه. ونزلت كده بمعلقه من الصلصه. بس كده هننزل بقى بالميه بتاعتنا، ونسيب الفراخ بتاعتنا تستوي براحتها. هي بس خدت معايا كده ايه تشويحه كده بسيطه، هتديني شوربه حلوه، وكمان هتديني لون حلو للفراخ. تمام كده. هسيبها بقى تستوي براحتها. وطبعا عندي الحاجات بتاع الفرخه، الكبده والرجلين والحاجات دي هحطها، بس انا محطتهاش في الاول عشان هتتهري مني لما اجي اشوح الفراخ، فهحطها ايه في الوقت ده. وبعدين هنبتدي بقى نشوف نعمل الصلصه بتاعتنا، علشان هنعمل النهارده محشي. فهنعمل بقى الصلصه بتاعتنا. عندي هنا بقى ايه الحله بتاعتي. احط عندي طبعا انتوا عارفين المحشي بيحب الزيت الكتير، فانا حطيت معلقتين سمنه، وبعدين حطيت معاهم شويه زيت كده حلوين. اهم حاجه يكون الزيت نظيف علشان ما يديكيش ريحه وحشه للاكل بتاعك، ما يكونش زيت تومين يعني. تمام كده. حطينا بقى، تحطي بقى كميه بصل كده حلوه، علشان بتديكي ايه، البصل بيدي للمحشي كده ايه. طبعا انتوا عارفين الايام دي ان الخضار غالي جدا ومفيش اصلا مش موجود، فنحاول ان احنا نزود بصل شويه. فزودنا كده، عملنا البصل بقى شوحته كده، وبعدين نزلت عندي بمعلقه كده من الثوم المفروم، وهقلبها برضو معاهم تاخد ايه، تاخد لون بس بسيط. وبعدين هننزل بالايه بالطماطم بتاعتنا. انا نزلت بكميه كده من الطماطم، ضربت الطماطم مرتين يعني الشفشق ده، ورحت عملت شفشق تاني، علشان انا بحب لما يكون عندي طماطم بدل ما تبوظ في الفريزر انا بديها بأديها بتاع ده، اسبكها واضربها واسبكها واخليها جاهزه في الايه في التلاجة. ما بتبقاش كميه كبيره ولا حاجه، مثلا ايه، بتبقى مثلا 2 كيلو طماطم 3 كيلو، بعملهم كده واشيلهم في التلاجة، بستخدمهم على مدار الاسبوع عشان ما تبوظش معايا. لو هي مثلا كمية كبيرة لا، بحطها في الفريزر علشان ما تعملش معاه كريم وتعمل عفن من فوق كده وتبوظ منك. تمام كده. حطينا بقى البهارات بتاعتنا. طبعا حطينا بقى بهارات المحشي، وحطيت كمون وكزبرة وفلفل وبابريكا، وهنحط الملح بتاعنا. ولو عايزة شطة حطي، انا كنت حاطة شطة كنت حاطة شطة مع الطماطم وهي بتتضرب. بس كده هنقلب بقى واسيبها تتسبك براحتها. وهنعمل احنا النهارده المحشي بتاعنا هيكون محشي ايه، فلفل وبتنجان. فشايفين بقى الزيت مع الصلصه لما بتتسبك بيديها، بص بيطلع كده من على الوش، وبتبقى هي اتسبكت وحلوه جدا. زي ما بقول لكم اهو، انا هنا ايه باخد بسيب كميه الطماطم اللي انا هشتغل بيها، وباخد الزياده كده ايه بشيلها على جنب. تمام كده. طبعا الفراخ بتاعتي بتستوي اهي، والصلصه بتاعتي خلصت، فهنحط الرز. وهوريكم دلوقتي الخضار. زي ما بقولك الخضار غالي جدا، ويعني بصوا مش رابطه، هم عودين والعودين دول ب10 جنيه، مش عاملين حاجه خالص. بصي اهي دي كده ب5 جنيه، يعني ربنا يرحمنا ان شاء الله. بس كده قطعت بقى الخضره بتاعتي، وهنزل عندي بنعناع.
بنعناع اللي هو المجفف، هفركه كده في ايدي وهنزل بمعلقه مثلا من النعناع، بتديني طعم حلو وبتديني برضو ريحه حلوه للمحشي بتاعنا اهو. وبس كده هنقلب بقى، وتكون كده ايه الخلطه بتاعتي جاهزه. وانا طبعا كنت ظبطت الباذنجان بتاعي وحطاه في ميه، وعقبال ايه ما اعمل الخلطه، هاخد بقى الخلطه ونحشي المحشي بتاعنا وبعدين هرجع نسويه مع بعض اهو. كده بقى خلاص اهو، كنت حشيت بقى المحشي بتاعي وظبطته كده في الحله. هبتدي ان انا بقى اخد الشوربه. شايفين بقى الشوربه بتاعه الفراخ؟ في ناس كتير ما بتحبش الشوربه بتاعه الفراخ، جربي الطريقه دي ان انت تتبلي تشوحي الفراخ وتتبليها كده في الاول، بتديك شوربه بتديك شوربه حلوه قوي، ولونها بيبقى حلو جدا وطعمها مختلف. هنزود بقى كده ايه المحشي علشان يستوي براحته، وهسيبه بقى كده على جنب. ونجهز بقى الملوخيه بتاعتنا، هنعمل ملوخيه وهنعمل كمان شوية لسان عصفور. واخر الفيديو بقى هنعمل حاجة حلوة كده في الفرن كلنا بنحبها. يلا بقى ما تنسيش لو ما حطيتيش لايك للفيديو حطي لايك علشان ايه تشوفي اخر الفيديو بتاعنا وتشوفي كل الفيديوهات اللي هننزلها جديدة ان شاء الله. هنا بقى عندي صلصة اهي من اللي انا خدتها. هدهن بقى الفراخ بتاعتي كده دهنة بسيطة، مش هحط لها طماطم كتير ولا حاجة، هي الصلصة عندي متسبكة وفيها كل الملح والتتبيلة بتاعتها. هدهن بس الفراخ عندي كده وادخلها الفرن تاخد وش كده وخلاص، على كده هي استوت. وطعمها هيبقى حلو جدا، لا هي مسلوقة ولا هي ايه متحمرة، هتديكي كده طعم حلو بالصلصة دي، وهي طبعا واخدة ايه تشويحة في الاول. تمام كده ادخلها بقى الفرن، ولما تطلع ان شاء الله هوريها لكم، ونكون جهزنا عقبال ما هي تاخد لون كده نكون عملنا ايه الملوخية بتاعتنا ولسان العصفور. هنا بقى حطيت معلقة من السمنة على معلقة زيت كده، وهنعمل شوربة العصفور بتاعتنا. تمام كده. هنا بقى كانت خلاص اهي العصفور بتاعنا خد لون، وخلاص هبتدي بقى ان انا اشربه بالشوربة وكده برضو ايه ما خدش معانا وقت خالص، وهركنه على جنب بعد ما يستوي ونبتدي نعمل ايه، نبتدي نعمل الملوخية بتاعتنا. هنا بقى هنعمل الملوخية. طبعا الشوربة بتاعتنا حلوة جدا، بس انا بحب ازود لها ايه معلقة صلصة، وعلى ربع معلقة كده من الثوم المفروم، على كمان حبة كزبرة. تمام. وهي دي الشوربة يعني اللي احنا هنعمل فيها الملوخية. وجنبي على الناحية التانية الطاسة بتاعتي هحط فيها معلقة زبدة كده سمنة بلدي، علشان نعمل ايه نعمل الثوم بتاعتنا نشوحها، اللي هي الطشة بتاعت الملوخية يعني اهو. هما الملوخية كانوا شوية قليلين، فانا ما زودتش ايه شوربة كتير، يعني هما يبقوا شوية صغيرين كده على القد وبس. تمام. تمام كده بقى التومة بتاعتي خدت معايا اللون اهي. وكمان كنت حاطه لها معلقة من الكزبرة الناشفة، وهبتدي ان انا بقى انزل بيها على الملوخية وشمي بقى احلى ريحة. وحتة الكزبرة دي بتديها ريحة حلوة قوي. تمام كده اهو ما شاء الله. بس كده خلصنا بقى الغدا بتاعنا. هنحط بقى الغدا للولاد وبعدين هوريكم بقى هنعمل ايه. هنيجي بقى داخلين على بعد الغدا كده، عملنا طبعا كوبايه الشاي المتينه وظبطنا المواعين وتمام مفيش حاجه. هنيجي بقى نعمل الحاجه الحلوه للولاد. انا اليوم ده كنت جايبه لهم ذره اللي هو الشامي، هعمل لهم بقى شامي في الفرن. انا بجيبه ني وبنعمله احنا عندنا في الفرن ايه احسن من بره، طبعا بره بيبقى غالي و بيبقى ما يستاهلش وصغير ومش حلو، انما ده انت بقى منقيه براحتك. و كنت بوريكم بقى الغدا كده بعد ما خلص. هنا اهو جبنا التلاتة دول. هو بيتباع بره اصلا الواحد ب10 او الاتنين ب15، لا هما التلاتة دول جبناهم التلاتة ب10.
وانا بقى بسويه في البيت، وبحب ان انا اسويه للولاد كده، بيفرحوا اصلا بيه لما بتكون الحاجه في البيت بدل ما بيشتروها. قشرناهم كده، وبعدين هبتدي ان انا اسويهم بقى في الفرن. بخلي النار بتاعتي بتكون من تحت مش عاليه قوي، الجوانب هي اللي تكون عاليه سنه بسيطه، وتحت يكون هادي علشان ما يتحرقش من تحت. واللي فوق الجوانب دي هي اللي بتديله اللون الحلو، بتخليه كده ايه كله محمر كده، مفيش حته محروقه وحته نيه. بس كده، وهوريهولكوا بقى بعد ما اخرجه من الفرن شكله جميل قوي والسوا بتاعه مظبوط. وبس. طبعا اي حاجه كده بتبسط الولاد، حتى لو حاجه بسيطه، بس بتيجي في اخر اليوم كده تعمل لهم حاجه حلوه، كيكه، اي حاجه بسيطه كده بتفرحهم. هنا اهو كان شكل الذره بتاعتنا. اتمنى يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده، واكون فدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو، تقولوا لي رايكم في الفيديوهات بتاعتنا، وتحطوا لنا لايك، تشتركي في القناه لو مش مشتركه. واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.